انتهت ريال مدريد بيفوز على ليفربول 1-0 في سانتياغو برنابيو عشان يكمل العداد ل 6-2 بدل ما كانت 5-2 ويوصل، وهو كده ضامن اصلا من ماتش الذهاب ان هو صاعد لربع النهائي، بس بيضمن رسميا هو يتأهل لدور ربع النهائي. يا شباب عاملين ايه؟ معاكم محمد حامد. قبل ما نخش الفيديو لسه على الاشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. على العكس اللي كان متوقع ان ليفربول هي اللي تبدا الماتش ضغطه وتبدا هي تضيع فرص، لا بالعكس، ريال مدريد هو اللي بدا الشوط الاول ضاغط وبدا بيضيع فرص وكور في العارضه، واليسون بيصد له كورتين ثلاثه وخمس شوطات مثلا في الشوط الاول بس من بره منطقه الجزاء. ريال مدريد عرف ازاي ان هو ينجح او عرف ازاي ان هو يتاهل باقل مجهود تقريبا، ولا بقى تعب نفسه ولا عارف يعمل اي حاجه. وساعده كمان على كده ان لعيبه ليفربول اصلا نازله وعارفه ان هي مش هتقدر تعمل ريمونتادا بسبب ان هي بره ارضها كمان، يعني مش على الانفيلد مثلا تقدر تعمل ريمونتادا جمهور يساعد او حاجه، لا دي هي في البرنابيو. تاني حاجه قدام ريال مدريد، تالت حاجه اللعيبه فاقده الثقه في نفسها ان هي تقدر تجيب اصلا جون، مش ان هي تعمل ريمونتادا. فاللي هو انا هجاري الماتش زي ما انا عايز اضغط، عايز ادافع ولا بهجمات مرتده هلعب، عايز ارمي كور في ظهر المدافعين هلعب، عايز اسيطر في نص الملعب كده وش اكيد مفيش مقارنه ما بين نص ملعب ريال مدريد ونص ملعب ليفربول. في فرق شاسع في الامكانيات حرفيا ما بين اصلا نص ملعب ريال مدريد واي نص ملعب تاني في العالم، مش بس نص ملعب ليفربول الشوط الاول والشوط الثاني كله كان بيلعب ان هو يوقع هجوم ريال مدريد في خط التسلل بسبب السرعات اللي عنده. فلعب الشوط الاول كله نجح في حاجه زي كده تقريبا، واكتر من 5-6 كور وقع في خط التسلل هجوم ريال مدريد من فالفيردي لبنزيما لفينيسيوس لكذا لاعب. الشوط الثاني المره الوحيده اللي نجح فيها هو هدف الجون، المره الوحيده اللي نجح فيها بنزيما يضرب خط التسلل بتاع ليفربول اللي كانوا عاملينه هو بتاع الجون اللي هو جابوه ريال مدريد وفاز بيه. ضرب بنزيما خط التسلل، قدرت تروح الكرة لفينيسيوس، كان هيشوطها قلش وبعدين شاطها وبعدين بصاها لبنزيما وهو قاعد او هو نايم، وراح جاب بنزيما الهدف. في حاجه كمان كورتوا كان بيرمي الكور كتير جدا، اول ما الكوره تجيله من الدفاع مثلا مش بيشتت وخلاص، بيشتت لنص الملعب او ما بعد نص الملعب، بيشتت لواحد جوه عشان تتعمل او تتلعب مثلا من دفاع ليفربول واحنا بناخد السكند بول. كل السكند بول ريال مدريد واخدينها، كل السكند بول في نص ملعب ليفربول ريال مدريد هو اللي واخدها الشوط الاول والشوط الثاني. فريال مدريد في العموم عرف ازاي هو يكسب الماتش، عرف ازاي يجاري الماتش ويساري الماتش زي ما هو عايز. ليفربول بامانه اللعيبه فاقده شخصيتها بطريقه مش طبيعيه، ما عندهاش اي شخصيه خالص ان هي تقدر تعدي او تقدر تجيب، وده فعلا اللي بيوضح ان في شخصيه بطل، وده اللي بيوضح فعلا ان في لعيبه ريال مدريد وريال مدريد نفسه والشعار نفسه غير اي فرقه تاني في دوري الابطال. لو ريال مدريد اللي كده كان يقدر يرجع عادي وبسهوله، كان يقدر يرجع ويقدر يجيب 3 ويتعادل ويجيب 4. اللعبه بتبقى عايزه تجيب بطريقه مش طبيعيه، عندها الدافع ان هي تجيب، شخصيتها مساعدها على حاجه كده، على عكس اي فرقه تانية. وبالذات لعيبه ليفربول فعلا ميته نفسيا، ما عندهاش اي امل او 1% هوب ان هي تقدر تجيب حتى جون، مش ان هي يعني ان هي مش ان هي حتى لا تتعادل، ما عندهاش اي امل وما عندهاش اي فرصه، ما فيش اي مثلا شغف ان هي تجيب او اي حاجه، لا اللعيبه نفسيا واقعه خالص، شغف انه واقع خالص. فالامانه في فرق بامانه ما بين الامكانيات الفرقتين جامد. وغير كده ريال مدريد عرف يسار الماتش، عرف يجاري الماتش، هو عارف عايز يعمل الماتش، عرفت اجيب جون، عرفت ما عرفتش خلاص عادي مش فارقه معايا، انا كده كسبان الماتش الذهاب ومتاهل. وبس شباب اتاهل ريال مدريد ونشوف القرعه يوم الجمعه. عشان نكون خلص الفيديو بتاع النهارده، اعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.